السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة من شيف السعادة على اليوتيوب. ومعايا النهاردة بقى وصفة الكل سألني عليها، دايما بيسألوني عليها. لحم الستيك قد ايه هو سهل وبسيط، بس بيكون طعمه جميل جدا وخفيف، وبينفع قوي في كل الأكلات، في كل العزومات، وبينفع للأكلات الدايت. بصراحة أكلة تحفة جدا. النهاردة هنعملها، بس لازم قبل ما نعملها نكون عارفين القطعية اللي احنا هنجيب منها اللحمة. يعني ضروري نكون عارفين جزار معرفة يكون كويس جدا بنتعامل معاه. تقولي له احنا عايزين قطعية من الانتركوت، او عايزين وش السمانة. تمام، عشان تستوي معانا كويس وتكون اللحمة حمرا كده زي ما احنا شايفين. حابة تجيبها بقى قطع كبيرة، تمام، قطع كده عشان تبقى تكون على قد لو في افراد كتير في الاسرة، زي ما انت حابة تجيبيها دي براحتك خالص. ما شاء الله، شايفين اللحمة حمرا ازاي وجميلة وشريحة جميلة ازاي. ابدأ اجيبها كده، واجيب البلانشة بتاعتي او صينية او اي حاجة عندك، تمام. وابدأ ان انا يعني كل المقادير هنقولها، هي ما فيهاش مقادير على فكرة، يعني هي بسيطة جدا ومقاديرها بسيطة جدا، بس لها تكنيك صغير كده احنا ان شاء الله هنعرفه مع بعض. جبت اللحمة كلها وحطيتها قدامي، وابدأ بقى ان انا اتبلها بايه، رشة ملح صغيرة ورشة فلفل صغيرة من كل جنب كده، احطها واضغطها كويس جدا. وبعد كده ابدأ ان انا اقلبها على الوش التاني. شايفين اللحمة عاملة ازاي، ما شاء الله. ابدأ بقى ان انا اقلبها على الوش التاني بتاعها، واديها برضو رشة الملح ورشة الفلفل، رشة بسيطة كده، دي بتساعد ان اللحم يستوي كويس. تمام، لان انا المفروض اعمل لها تتبيلة معينة وهركنها فيها ساعتين. شوية الملح والفلفل بقى اللي انا ضغطتهم في اللحم دول، هيبدأ المسامات تشربهم، وهيبدأ ان هم يساعدوا ان اللحمة تدوب معايا وتكون ملحها مظبوط جدا وتكون مستوية كويس. انا بدأت بحط الملح والفلفل واضغط كويس جدا، شايفة انا بحطها ازاي، بحيث اللحم بتاعي يتشرب الملح والفلفل. برضو نفس الخطوات، هبدأ اقلبها على الوش التاني، واديها برضو رشة الملح والفلفل، وبعد كده اضغطها برضو كويس بايدي كده عشان تتشربها. وابدأ بقى ان احنا نعمل الخلطة بتاعتي اللي احنا هنقعد فيها. طبعا كل شيف وليه طريقة، وكل حد ليه طريقة معينة. انت هتخشي على اللحم الستيك هتلاقي في ناس بتدخله الفرن بتسويه في الفرن، وفي ناس بتسويه على الجريل، وفي ناس بتشويه. فهي ليها يعني ايه، ليها كذا حاجة ممكن تعمليها بيها، مش تكنيك معين ان انت تمشي عليه. وزي ما قلت لكم برضو القطعيات مختلفة. يعني انت لو ذبحة في العيد مثلا، ممكن تشيلي مثلا القطعية اللي قلت لك عليها، تشيليها في التلاجة، بعد كده تبقي تعملي بيها الايه، تعملي بيها وصفة الستيك بتاعتك. ابدا بقى ان انا ايه، خلاص تبلتها من الوشين، ابدا اجيب طبق كده نضيف، وابدا بقى احط عليها اهم حاجه ما يكونش مبلول ميه، ولا تكون هي مبلوله ميه. ضروري لو فيها اي ميه يا جماعه تنشفوها كويس جدا بمنديل قبل ما تتبلوها وتعملوا الخطوه دي. ما تخليش فيها اي ميه نهائيا، زي ما احنا شايفين البلانشة بتاعتي ناشفه، يا دوبك كده منديه من سقعيه اللحمه، مفيش اي ميه ولا نقطه ميه، زي ما احنا شايفين رصيناها معانا اهي. ابدا بقى اجيب ايه الخطوه اللي بعد كده. انا معايا توم، انا مقشراه، توم متقشر عادي، على قد مثلا ايه كيلو اللحمه ده جبنا له مثلا قد 10 فصوص توم مثلا. ابدا بس يا دوبك انا بخبطه خبطه بالايه، شايفه خبطه صغيره كده بالسكينه. انا يا دوبك بفتحه، انا عايزه بس الريحه بتاعته تطلع في اللحمه، وبعد كده هتفرق معايا الخطوه دي في الشوي جدا. ابدا اجيب البوله اللي انا ابدا بقى اتبل فيها، بكسر التوم واحطه فيها خلاص، زي ما احنا شايفين كده. اخلص كل كمية التوم بنفس الطريقة. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نجيب معانا زيت عباد، يكون زيت نظيف كده وريحته كويسة. ابدأ اجيب زيت العباد، وابدأ ان انا احط مثلا إيه ربع كوباية زيت، تمام، على على التوم بتاعي. وبعد كده يا جماعة المفروض الروزماري ان هو يكون فريش، بس انا ما لقيتش فريش نهائيا، بس الصح ان هو يكون فريش. ومعانا هنا الاول صوص الباربيكيو، انا بحط منه معلقة كبيرة، تمام، صوص الباربيكيو حطيت منه معلقة كبيرة مع الزيت مع التوم. ومعانا هنا بقى الروزماري، ده ناشف يا جماعة، بس ده بيضايق جدا يعني بس انا محتاجة الريحة غصب عني، فانا غصب عني استخدمته، لكن هو الصح ان هو يكون الفريش. وبعد كده معايا زعتر، معلقة صغيرة زعتر، وبعد كده الفلفل بتاعي وشوية الملح الصغيرين، لان ما تنسيش ان احنا متبلين رشة ملح وفلفل، وهي مش بتحتاج ملح كتير.
وبعد كده اقلب الخليط ده كويس جدا مع بعضه، وهو ده الخليط اللي انا هنقع فيه اللحمه. انا بصفي كل الزيت اللي موجود. تمام. وبعد كده بقى ابدا اجيب اللحم بتاعي، ابدا افضيه على الخليط، الخلطه اللي انا هنقع فيها اللحمه بتاعتي لمده ساعتين. شايفه انا بلف اللحمه فيها ازاي؟ والله يا جماعه الريحه تحفه، الريحه وهي نيه حلوه جدا جدا جدا. لو انت حابه بقى بدل الزيت ده النباتي ده ان انت تحطي زيت زيتون ينفع خالص. طيب لحد كده احنا ايه ماشيين مظبوط، وكل يعني الحاجات اللي هنشتغل بها موجودة عندنا في البيت، ما فيش اي حاجة ايه هنتكلفها من بره. انا شايفين الطبق بقى ابدا اعملها بالاستريتش راب، البولة دي هقفلها بالاستريتش راب واغسل ايدي كويس، وبعد كده احطها التلاجة تقعد ساعتين في التلاجة. بعد الساعتين ما يعدوا هكون اللحمة اتبلت كويس قوي، ومعايا جريل على النار حطيت فيها زيت، سخنت معايا كويس جدا، لازم تسخن. ابدأ بقى اجيب اللحم بتاعي اللي عدى عليه ساعتين، وابدأ زي ما قلت لك، حابة تكبري الشريحة تمام، حابة تخني الشريحة تمام، براحتك خالص. ابدأ اجيب بقى الشرايح بتاعة اللحمة دي. شايفين؟ طبعا زي ما قلت لكم الروزماري ناشف فبيمسك في اللحم، لكن انت لو عاملاه انا احتاج مني وقت عشان انضفه بعد كده، لكن الفريش هو الصح والاحلى، فانت اشتغلي بفريش على طول. انا طبعا كنت خلاص مجهزه اللحمه وعايزه اطبق لكم الوصفه، وما لقيتش المكان اللي بجيب منه متوفر في الفريش، فاضطريت ان انا اجيبه. ببدا بقى على الجريل السخن، ابدا ان انا احط اللحم، شرايح اللحم بتاعتي كويس جدا، ومحرك يعني ما احاولش ان انا اقلبها بقى ولا احركها غير لما تاخد لون كويس جدا على الوش اللي انا حطيتها عليه، وابدا اقلبها على الوش التاني. وبنحط التوم بقى اللي احنا يا دوبك عاطينه ضغطه كده بالسكينه، ابدا احطه معايا في الزيت، ده بيفرق جدا. طب ايه بقى اللي انا اضيفه عشان يدي للحمه دي طراوه ويديها طعم حلو قوي ولمع حلو قوي؟ ماشي. بعد ما اقلبها على الوش التاني بتاعها كده، يعني شايفه هي خدت لون اهو، شايفه خدت اللون والتخطيطه اللي انا محتاجاها. هي مش هتاخد معاكي سوا كتير على فكره، يعني هي كتيرها قوي على النار، هتاخد مثلا كتيرها نص ساعه على الوشين. خلاص انا بفضل اقلب فيها كده لحد ما تستوي معايا. ولو لو كانت قطعه اللحمه بقى شريحه اللحمه معاكي تخينه قوي تخينه، ابدا ان انا اوطي النار كده، وابدا ان انا اقلب فيها بقى يمين وشمال وواحده واحده. ولو احتاجت معايا شويه ميه صغيرين جدا لو هي لحم تخين، ابدا احط شويه لحمه صغيرين واغلفها بورقه الومنيوم. تمام. وادخلها الفرن. ايه بقى اللي بتديها الطراوه واللمعه والطعم الجميل؟ معلقتين زبده كده، معلقتين زبده يكون طعمها حلو قوي. ابدا ان انا اوزعها على اللحم بتاعي بعد ما خد صدمه على الوشين. شايفه؟ فرقت جدا يا جماعه في الريحه، مجرد ما حطيتها بس الريحه اتغيرت جدا، بتفرق في الطعم جدا جدا جدا، وبتفرق في اللمعه بتاعه اللحمه والشكل بتاعها. زي ما احنا شايفين انا هفضل بقى اقلب في اللحمه بتاعتي كده يمين وشمال يمين وشمال لحد ما تستوي معايا وتكرمل وتاخد لون جميل كده ذهبي، ويكون اللحمه طعمها معايا تحفه وتدوب دوبان يا جماعه. صراحة اللحمة دي من احسن انواع اللحمة اللي انت ممكن تعمليها. وممكن بقى ان انت تعمل لو انت عاملة دايت تخليها بقى اكلتك المفضلة، من اخف الاكلات اللي انت ممكن تعمليها. بس في الوضع بتاع الدايت مش لازم ان احنا نضيف زبدة، هنكتفي خالص بالزيت النباتي في الجريل اللي احنا ايه هنشوح فيه اللحمة وخلاص. ولو طبعا عندك الاير فراير ممكن تدخليها فيها مع برشة زيت بسيطة كده، برضو هتستوي معاكي بإذن الله وتبقى زي الفل. تمام. شايفه انا بفضل اقلبها يمين وشمال كده لحد ما اتاكد، وبصي ما كشتش معايا وزي الفل ما شاء الله زي ما هي، عشان انا متبلها صح ومظبطه الدنيا صح معاها، واخدت حقها في التتبيل طبعا، فطلع معايا مظبوطه ما شاء الله. الريحه فظيعه يا جماعه بجد، التوم مع الروزماري مع الخلطه اللي انا عملتها بتاعه الباربيكيو، الريحه حلوه قوي ما شاء الله. شايفين اللحمه استوت معايا كميه اللحم بحالها؟ شايفه لون اللحمه عامله ازاي؟ شايفه دايبه دوبان يا جماعه، بجد تحفه جدا. ابدا بقى اجيب ورقه بتاعتي، ده اوردر طالع على فكره يا جماعه، اوردر مطلوب مني لحم ستيك، كيلو لحم ستيك، وطالع معاه قالب مكرونه بشاميل.
طبعا اي التسعيرات، اي حد حابب يسالني على التسعيرات يسالني، تمام، يسالني على اي حاجه، وجميع انواع المكرونه البشاميل المقاسات برضو، سواء بلحم فروزن او لحم فريش. اي حد محتاج في التسعيرات اي حاجه الاوردرات يسالني. بدات ارص اللحم، شايف اني برصه بالطريقه عامله ازاي. هي ما كانتش محتاجه اي ديكوريشن، انا من النوع اللي بحب اعمل ديكوريشن جدا، بس هي ما كانتش محتاجه. هي قالت لي خليه زي ما هو كده، مش حاولي ما تحطيش عليه اي ديكوريشن ولا زواق ولا حاجه. اللحمه يا جماعه لونها جميل، الاضاءه ظلماها شويه. كنت عامله معاها قالب سرفيز مكرونه بشاميل يكفي 5 افراد، معمول باللحمه البلدي تحفه. وان شاء الله اعملها معاكم برضو المكرونه البشاميل التحفه دي، ريحتها كانت فظيعه يا جماعه. وعايزه تعرفي المكرونه الصح بقى، اضغطي عليها من الوش كده هتلاقي طبقه مشمعه زي الرز بلبن كده، وبتلمع وجميله جدا. شايفه اللحمه دوبه دوبان ولونها حلو قوي. وصفة جميلة وسهلة، وإن شاء الله هتعمليها وتطلع أحسن من إيديكي. والمكرونة البشاميل إن شاء الله هنعملها معاكم قريب بإذن الله. يا رب أكون بقى النهاردة قدمت لكم وصفة جميلة كده، وكنت ضيفة خفيفة قلوبكم، وأنا معاكم إن شاء الله دايما، ومبسوطة قوي إن أنا معاكم. ومتنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. كنت معاكم شيف نجوى زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.